السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة قشطة الافران بطريقة حلوة قوي وبسيطة قوي عشان تطلع بالجمال والحلاوة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا على طول. شايفين الجمال والحلاوة؟ في البداية كده هجيب البولة بتاعتنا واجيب كوباية من الحليب الدافي، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر، وادوب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما السكر يختفي تماما، واغطيها واسيبها على جنب لحد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل، واكمل بقية الخطوات. هجيب بولة تانية كده وعندي هنا نص كوباية من الزبدة هنا تكون طرية، وكمان نص كوباية من السمنة، برضو السمنة تكون طرية زي ما انتوا شايفين كده، وعندي نص كوباية نص كوباية من السكر البودر. تمام. وهضرب بقى الكلام ده كله كويس قوي بالمضرب السلك بتاعي لحد ما الخليط ده يبقى عامل شبه الكريمة كده زي الفل. كده تمام. هنزل بقى عندي هنا بنص كيلو من الدقيق او 4 كوبايات من الدقيق، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح، وابتدي ان انا اعجن بقى افرك الخليط ده كله مع بعضه لحد ما الدقيق يتشرب كمية السمنة والزبدة. حلو قوي كده. كده اتفرج تمام اهو. هجيب بقى الخميرة عندنا وهنزل بيها على الخليط كده، هي اتفعلت ومادام عملت الفوم ده يبقى هي الخميرة بتاعتنا شغالة وتمام. هبدأ اعجن بقى الخليط كده، هحس ان هو ملزق معايا، بس مع العجنة هتلاقيها لما بقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين العجينة بقت حلوة ازاي؟ هسيبها بقى في البولة كده ترتاح 10 دقايق، اغطيها بكيس واركنها على جنب لمدة 10 دقايق، وبعد كده هبتدي ان انا اقطعها. كده بعد 10 دقايق عندي ابتدي ان احنا نقطعها كور صغيرة بحجم الليمونة الكبيرة كده، او لو عندك ميزان حجم الكورة 20 جرام. تمام كده. وارصها عندي على الصينية عادية خالص مش مدهونة اي حاجة. نخلص بقى الكمية كلها اهي. هغطيها برضو واسيبها ترتاح 10 دقايق. بعد 10 دقايق هنجيب بقى الكور اللي احنا شكلناها وابتدي ان انا افردها في الصينية واديها تبطيطة صغيرة قوي، يعني ما احاولش ان انا افردها قوي، يعني بيبقى فيها سمك تخين شوية. وهسيبها ترتاح برضو، اغطيها بكيس واسيبها برضو 10 دقايق. كده بعد 10 دقايق طبعا انا مشغلة الفرن عندي على درجة حرارة 180. هدخلها على الرف اللي في النص، وطبعا بتابع التسوية بتاعتي اهو. كده بعد ما خرجت من الفرن، مش عايزة اقول لكم على الريحة والجمال، حاجة كده قشطة غرقانة في الزبدة. طعمها حلو قوي، وحتى لونها جميل ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة كده اللهم بارك. يا ريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوها، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو انا بعمله، وتعملوا مشاركة لكل حبايبكم. ومع السلامة.